السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة الحقيقة تيفي. اليوم جينا باش نتكلموا على القضية اللي شاغلة الرأي العام المغربي، واللي هي قضية حمزة مومبيبي. فطبعا ومن بعد اللايف اللي خرجت فيه المغنية كتستعطف العفو الملكي وبأنها ما تدخلش للسجن، واللي كذلك هضرات فيه على الفنانة سعيدة شرف، وقالت بأنها قدمت شكاية، أي أن المغنية أو الفنانة سعيدة شرف قدمت شكاية أو شكوى ضد المغنية. فمباشرة كيف ما شفتوا كاملين، وفي اليوم الموالي للايف المغنية، قررت الفنانة سعيدة شرف أنها تخرج في ندوة صحفية. خرجت الفنانة سعيدة شرف في هذه الندوة الصحفية وبينات من خلالها المغالطات والأكاذيب اللي مررتهم المغنية عبر المباشر ديالها. فقالت الفنانة سعيدة شرف أن الحساب المشؤوم واللي هو حساب حمزة مومبيبي دمر حياتها الشخصية والنفسية، وشهر بها وبحياتها الأسرية، وكذلك بولادها وبالزوج ديالها. وبينات كيفاش حتى أن الأم ديالها الله يرحمها حتى هي ما سلماتش من تشهير ومن الإساءة ديال الحساب المشؤوم حساب حمزة مومبيبي. الشيء اللي أثر عليها بدرجة كبيرة، وهادشي كيف ما سبق لي ذكرت ذكراته وقالته ووضحاته في الندوة. وبينات كذلك كيفاش اضطرات أنها تولد بنتها قبل الوقت بسبب الضغط والستريس والضغوطات النفسية اللي سببوا لها الحساب. فأكدت الفنانة سعيدة شرف على أن كل ما قالته المغنية في اللايف ديالها اللي خرجت فيه كان كذب وبهتان، فهي أبدا لم تتقدم بشكوى ضد المغنية كما ادعت هذه الأخيرة، بل فقط كانت شاهدة. أي الفنانة سعيدة شرف استدعيت من طرف الفرقة الوطنية كشاهدة ومتضررة طبعا من الحساب، ليس كمشتكية. بل أكثر من ذلك، فتحدات الفنانة سعيدة شرف المغنية ووجهت لها كلامها في الندوة الصحفية وأمام مئات المنابر الإعلامية، وطالبتها فيه باش تنشر هذه الشكاية اللي كتدعي أن الفنانة سعيدة شرف دارتها أو لا قدمتها ضدها. وإلى خرجات وقالت لها إلى خرجتي بهاد الشكوى وكانت عندك وخرجتي بها ونشرتيها على الحساب ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا كنواعدك أمام الجميع، يعني الفنانة سعيدة شرف وعدتها أمام الجميع إلى نزلت ونشرت هاد الشكاية على حسابها فغادا تتنازل عليها وبصفة نهائية، غادا تتنازل على الشكاية إلى خرجت بها المغنية وبيناتها. هذا من جهة. من جهة أخرى فالفنانة سعيدة شرف وضحت كيفاش تعرضت طبعا للتنمر والتهديد والتشهير بها ونشر صور خطوبتها وخطيبها والاستهزاء به، فقط لأن الفنانة سعيدة شرف كانت دارت خطوبة عائلية في المنزل ديالها، يعني غير خطوبة بينها وبين أفراد عائلتها وعائلة الزوج أو لا الخاطب، وما عرضاتش طبعا على الفنانين. فهي يعني قالت ندير غير حفلة أو لا يعني حفلة تكون بين أفراد العائلة، يعني ما عرضاتش على بزاف الناس أو على الفنانين بصفة عامة. الشيء اللي ما عجبش المغنية، وكانت هذه هي الشرارة ديال اشتعال الحرب ضد الفنانة سعيدة شرف وضد أسرتها الصغيرة. فهنا بداو كيهاجموها. فكيف ما كتقول سعيدة شرف الفنانة سعيدة شرف، الغد ليه ديال الخطوبة صبحات لقات راسها في حساب منشوره منشورين الصور ديال الخطوبه ديالها وديال الزوج ديالها على الحساب المشؤوم، وطبعا بالسبان والشتم ووصفها وتم وصفها ابشع النعوت ابشع الاوصاف. كذلك بينات وضحت الفنانه سعيده شرف كذب المغنيه ونفيها التهم المنسوبه لها، وقالت بان المغنيه تبرأت من 3 تهم وأدينت ب3 تهم
من بينها المحادثة الشخصية ديال المغنية مع الحساب الإجرامي. وعرضات الفنانة سعيدة شرف طبعا وثيقة كيف ما شفنا كاملين، وثيقة كتبين مدى تورط المغنية بالدليل القاطع، صوت وصورة. كما نشرت الفنانة سعيدة شرف كذلك مقاطع فيديوهات للمغنية والأخت ديالها، أخت المغنية اللي هي المسمى ابتسام، هما بجوج يشيدان بالحساب والاصحاب ديال الحساب والعمل الجبار اللي كيقوموا به في تشويه الناس وابتزازهم وتدمير الحياه ديالهم الشخصيه، وكيشجعوا فيه وكيقولوا له واصل، يعني واصل العمل ديالك، وواصل التشويه ديالك لعباد الله وللناس الابرياء طبعا، من خلال نشر معلوماتهم الشخصيه على العلن من صور شخصيه ومقاطع فيديوهات جد شخصيه، كيف ما وقع وكيف ما كنعرفوا كاملين المذيعه مريم سعيد اللي بسبب هذاك الحساب المشؤوم فقدات الزواج ديالها، فالزواج ديالها تانيولا، وكذلك تم طردها من المحطه اللي كانت كتشتغل فيها، المحطه الاذاعيه اللي كانت كتشتغل بها. وكذلك كيف ما كنعرفوا فلائحه الضحايا والمتضررين من هذا الحساب ومن وراء هذا الحساب ومن وراء الابتزازات ديالو كانت كبيره بزاف. وتوجهات الفنانه سعيده شرف كذلك بالكلام للمغنيه وطالباتها فيه بالتوقف عن تسييس القضيه، وقالت لها كفى منا لأن الفنان الحقيقي لا يمن على بلده بأنه في يوم من الأيام قد غنى له أو تغنى بالصحراء وقال أن الصحراء مغربية، أو لبس الملحفة الصحراوية. فقالت لها أن كل الفنانين المغاربة غناو المغرب وتغناو بالمغرب ولبسوا، الفنانات المغربيات كلهم لبسوا الملحف أو الملحفة وغناو للصحراء وغناو للمغرب، يعني كلنا مغاربة وكلنا كنحبوا الوطن ديالنا. وفي آخر الندوة الصحفية قالت الفنانة سعيدة شرف كذلك أنها ما كتشمتش في المغنية، يعني ما متشمساش فيها، وأنها ما كتمناش ليها السجن. علاش؟ قالت لأنها حتى هي أم وحتى هي عندها أولاد وكتقدر هذا الشيء وعارفة شنو هي الأمومة وشنو هو إحساس الأمومة. ولكن في نفس الوقت وجهت لها نصيحة هامة جدا، واللي هي أنها تجلس مع راسها وتحاول تحاسب راسها وتعرف الأخطاء الكارثية اللي وقعت فيها واللي اقترفات في حق ناس أبرياء وشوهات حياتهم ودمرات حياتهم. وتمنات لها أن ضميرها يصحى واحد النهار كيف ما كنتمناو كاملين. وكذلك فالفنانة سعيدة شرف قالت لها أنها ليست عدوة لها، يعني قالت لها أنا ماشي العدوة ديالك، بل أنت العدوة ديال نفسك. قالت لها أنت عدوة نفسك بتصرفاتك وسلوكياتك وخطواتك الغير مدروسة والغير محسوبة. فكان هذا فيديو اليوم أعزائي، فما تنساوش طبعا تخليوا لي تعاليقكم المحترمة اللي عودتوني بها، وكذلك تبارطاجيوا الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم والأحباب ديالكم. وأخيرا كنقول لكم شكرا على حسن المتابعة وشكرا على الدعم ديالكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.